الصوت اللي معانا النهارده صوت استثنائي مختلف ومميز، ما حصلش زيه قبل كده. كان ليها مشروعها الخاص، دخلت كل بيت مصري. صوت مصر النهارده أبلة فضيلة. هنا القاهرة. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من صوت مصر. أنا ناصر سعيد، ويلا بينا نبدأ الحكاية. في 4 إبريل 1929 اتولدت واحدة شكلت وجدان المجتمع المصري كله. ست كل اللي كانت بتملكه صوت دافي وابتسامه ما تتنسيش. أبلة فضيلة، او زي ما اهلها سموها وقت ما اتولدت، فضيلة توفيق. من وهي صغيره كانت بتحب الحكي والحواديت زي كده بالظبط. كانت بتجمع عيال الجيران وتحكي لهم قصص من خيالها، وده كان اول طريقها لحكي الحواديت اللي هيبقى بعد كده جزء من كل بيت في مصر. امها كانت ست بسيطه علمتها الصح من الغلط بحزم وحنيه، وكانت من النوع اللي بيفتش في شنط ولاده، ولو لقت حاجه مش بتاعتها تسالها جبتها منين. اتربت في بيت بسيط كله قيم واخلاق، وكانت ساكنه في شارع الملكه ناظلي اللي بقى بعد كده شارع رمسيس. درست في مدرسه الاميره فريال، وكان من ضمن زمايلها نريمان اللي اتجوزت الملك فاروق، وكمان فاتن حمامه اللي باباها كان سكرتير المدرسه. برغم حبها للحكايات الا ان الدراسه خدتها في سكه مختلفه. اهلها شجعوها انها تدخل كليه حقوق، وفعلا اتخرجت منها. وكان من ضمن زمايلها اسماء لامعه زي فتحي سرور، عاطف صدقي، واسامه الباز. المفارقه هنا بقى انها كانت بتذاكر مع عاطف صدقي اللي كان عنده قدره رهيبه في توقع الاسئله في الامتحان، وكانت اغلب الاسئله بتيجي صح. بعد التخرج بدات حياتها العمليه، واشتغلت في مكتب حامد باشا زكي اللي كان في وقتها وزير النقل. لكن في اول يوم شغل ليها كان واضح انها مش هتكمل في المحاماه. جات لها قضيه، وبدل ما تدافع عن موكلها قررت تصالح ما بين الطرفين. طبعا حامد باشا لما عرف قال لها انت مش نافعه، وطردها بره المكتب. اطلع بره، اطلع بره. عايز اقول لك يا برو ان ده كان اسعد طرد في حياتها، لانه فتح لها باب تاني كانت مستنياه، باب الاذاعه المصريه. حبايب الحلوين، إن كان في الحواديت ولا مش في الحواديت، الأرنب دايما بيخاف من الثعلب. سنة 1953 دخلت أبلة فضيلة الإذاعة، وقدمت برنامج سين سؤال للأطفال، وده كان بداية نجاحها. سنة 59 كانت البداية الحقيقية لأبلة فضيلة، لأن أستاذها بابا شارو قرر يسيب الإذاعة ويروح التلفزيون، وفي الوقت ده كان لازم حد يقدم البرنامج مكانه، وكانت طبعا أبلة فضيلة. لكنها رفضت تكون ماما فضيلة، واختارت تكون أبلة فضيلة عشان تكون قريبة من كل طفل. غنوة وحدوتة ما كانش مجرد برنامج، كان مدرسة لحكي الحواديت، لأنها كانت بتختار الحواديت بتاعتها بعناية، وده اللي خلى الأجيال تتعلم منها كتير. حكايات وحواديت هي اللي ربت أبهاتنا وأمهاتنا، ونقلت لهم القيم اللي احنا بناخدها منهم. برنامجها ما كانش مجرد حواديت للأطفال، استضافت أسماء كبيرة وتقيلة زي نجيب محفوظ، أنيس منصور، سيد مكاوي، عبد الحليم حافظ، محمد عبد الوهاب، زكي جمعة. مين زكي جمعة ده؟ لا بعتذر، الإفيه بيحكم، زكي جمعة دي من عندنا. كانوا بيجوا عندها مش عشان يحكوا عن نفسهم، لكن عشان يحكوا حواديت للأطفال، يقدموا ليهم قيمة ويعلموهم حاجة جديدة. أما أشهر حكاياتها كوب اللبن، القطة مشمشة، بنت الفلاحة، الكتكوت الصغير، أرنب وثعلب، وغيرها من الحكايات المفيدة. حكايات بسيطة لكن كل حد فينا لسه فاكرها. وعن حياتها الشخصية، اتخطبت للفنان محمد توفيق، لكن الخطوبة ما كملتش، وبعد فترة اتجوزت إبراهيم أبو سريع، كبير مهندسي الإذاعة المصرية. استمرت رحلتها مع برنامجها المميز لسنة 2007، يعني تقريبا 50 سنة من الحواديت. وفي 2014 بتسافر كندا لبنتها الوحيدة ريم، وبتفضل مع أحفادها لحد آخر أيامها. وفي 23/3/2023 بترحل عن عالمنا أبلة فضيلة عن عمر 93 سنة. وفي تاني يوم اتعملت جنازتها في مسجد عثمان في مدينة بيكرينج في كندا. وبرغم رحيلها لكن صوتها بيفضل عايش جوانا، حواديتها محفورة في أذهاننا، أثرها عمره ما بيتنسي. أبلة فضيلة صوت مصر اللي حكالنا الحكاية، وربنا بحواديت بسيطة لكن عمرها طويل. أبلة فضيلة صوت مصر.